السلام عليكم. هاد الحكاية ديال واحد الزوج حاير وما عارف شنو يدير ولا شنو يصدق. بغا يعرف الحقيقة ولكن في نفس الوقت خايف ياخد قرار متسرع ويندم عليه. شاف واحد التصرف من مراته خلاه يدخل في دوامة ديال الشك، ولات عنده أسئلة كتيرة ما لقى ليها حتى جواب، وهذه هي الحكاية ديالو من البداية. هاد الزوج عنده 34 سنة ومراته عندها 21 سنة، متزوجين والحمد لله، وكان ديما كيحاول يوفر ليها كل شي على قد استطاعته، وما كانش كيشك فيها ولا كيراقبها. كان كيقول بينه وبين راسو المرأة إلا كانت مرتاحة مع راجلها ما عندها علاش تخبي عليه شي حاجة. ولكن هاد الأيام الأخيرة وقع واحد التغيير صغير في التصرفات ديالها، ومع الوقت بدا كيكبر في بالو حتى ولا شك كبير. مراته مؤخرا بدات كتلبس الحجاب، وفي الأول فرح ليها وقال يمكن هذه خطوة زوينة في حياتها، وما تدخلش بزاف في اختيارها، بالعكس احترم القرار ديالها. ولكن هاد الأسبوع بالضبط لاحظ عليها واحد الحاجة عمرها ما كانت كديرها من قبل. ولات كل صباح قبل ما تخرج للخدمة كتجلس كتصوب شعرها وكتوجد راسها بطريقة مختلفة. قبل كانت غير كتمشط شعرها بسرعة تلبس حوايجها وتخرج، وما كانش عندها داك الاهتمام الكبير بالشكل ديالها. اما دابا ولات كتوجد شعرها يوميا وكتاخد وقت اكثر قدام المراية. في الاول قال مع راسو يمكن غير بغات تهتم براسها وما فيها باس، وحاول يطرد الشك من راسو. ولكن مع الايام بدات الاسئله كتدخل ليه: علاش دابا بالضبط؟ علاش منين بدات الحجاب تبدل هاد الشي؟ وعلاش ولات كتوجد شعرها كل نهار وهي اصلا ما كانتش كدير هاد الشي؟ حاول يقنع راسو انه كيزيد في التفكير وانه غير كيخلق المشاكل من والو. ولكن هاد الصباح وقع الشي اللي خلاه يفقد الهدوء ديالو كامل. هو كيخرج للخدمة قبل منها، وداك النهار بقى كيقلب في الافكار ديالو، وقال مع راسو: واش انا غير شاك بلا سبب ولا كاين فعلا شي حاجة ما عرفهاش؟ وما بغاش يسولها مباشرة حيت خاف الا كانت فعلا بريئة يظلمها بشكوكو. وفي نفس الوقت الا كان كاين شي سر كان باغي يعرف الحقيقة. لهذا داك الصباح قرر يسبحها بالسيارة من بعيد، ما قربش ليها وما بغاش تعرف انه وراها. بقى كيتبعها حتى دخلات واحد الدرب، وقال غادي يتسنى شويه ويشوف فين غاديه وشنو غادي دير. وقف بعيد عليها وبقى كيراقب، وفجأة شافها والله حتى تجمد في بلاصتو. مراتو اللي كانت خارجه من الدار بالحجاب شافها كدوز من داك المكان وهي لابسه لباس مختلف تماما. كانت مقاده، لابسه طالون وشعرها محلول. والاغرب من هادشي كامل انه عمرو شافها كتلبس هاد اللباس وهي غاديه للخدمه. بقى كيشوف فيها وما عرف واش يصدق عينيه ولا لا. ولكن الصدمة الكبيرة ما كانتش هنا، حيت غير خرجت شوية من الإقامة وقبل ما توصل بعيد حيدات الحجاب، طواتو وخباتو في الصاك ديالها وطلقت شعرها. في ديك اللحظة حس بحال لي شي واحد ضربو في صدرو. بقى ساكت وما عرف شنو يدير. هي ما شافتوش حيت كان بعيد عليها، وهو من شدة الصدمة خرج التليفون وصورها. ما صورهاش باش ينشر الصورة ولا باش يشهر بيها، ولكن صورها حيت باغي منين يواجهها في العشية يكون عنده دليل على اللي شاف بعينيه. طول الطريق وهو كيخمم، قال مع راسو: واش هذه هي الحقيقة؟ واش كانت كتخبي عليا هادشي كامل؟ واش تبدل حوايجها غير منين كتخرج من الإقامة؟ وبدات أسئلة كتيرة كتدور في راسو: فين غادية بهاد اللباس؟ واش فعلا الخدمة؟ واش هي كيتسناها؟ واش كاين شي واحد آخر في حياتها؟ ولا يمكن هو غير فهم الموقف غلط؟ ولكن كاين سؤال واحد اللي قتل فيه أكثر من أي سؤال: علاش حيدات الحجاب مباشرة من بعد ما خرجت من الإقامة؟ من ديك اللحظة ما بقاش قادر يخدم بشكل عادي. بقى كيشوف في الساعة وكيخمم في العشية شنو غادي يقول ليها. واش يواجهها بوحدو؟ واش يوريها الصورة ويسولها فين كانت غادية؟ ولا يجيب والديها ووالديه ويخلي المواجهة تكون قدام العائلتين؟ ولا يرسل الصورة لوالديها ويخليهم هما يتصرفوا؟ حتى واحد جزء منه كيقول سير لعندها دابا ما تبقاش ساكت، ولكن جزء آخر كان كيقول ليه: هذا راسك ما تدير حتى تصرف وانت معصب. حيت بصراحة كان غاضب بزاف وكان خايف من ردة الفعل ديالو، وكان عارف راسو ملي كيتعصب وكيخاف يتصرف بطريقة يندم عليها من بعد. لهذا قال مع راسو: قبل ما ندير شي حاجة خاصني نسمع آراء الناس، يمكن يكون اللي شفت عنده تفسير بسيط،
يمكن تكون كتحيد الحجاب لسبب ما، يمكن تكون غادا لشي بلاصة ماشي الخدمة، ويمكن فعلا يكون كاين أمر آخر. هو ما بغاش يظلمها، ولكن في نفس الوقت ما بغاش يكون آخر واحد يعرف الحقيقة. وزيد على هاد الشي فرق العمر بيناتهم كان ديما موجود، ولكن بالنسبة ليه ما كانش عمره مشكل. هو عنده 34 سنة وهي عندها 21، وكان كيشوف أن الزواج ديالهم يقدر يكمل عادي مادام كاينة الثقة والاحترام. ولكن دابا هاد الثقة هي اللي ولات مهزوزة، واللي كان خوفه أكتر هو أنه إلا وجهها هو معصب يمكن يقلب موقف بسيط لمصيبة كبيرة. لذلك بقى كيسول راسو واش يواجهها بهدوء ويسولها فين كانت غادية وعلاش بدلات لباسها، واش يوريها الصورة، واش يدخل العائلتين في الموضوع، ولا يعطيها الأول فرصة تشرح قبل ما يحكم عليها. هو كان عارف أن الصورة اللي عنده ما كتشرحش كل شيء، الصورة غير بينات أنه شافها حيدات الحجاب وبدلات شكلها، ولكن ما بيناتش السبب ولا فين غادية ولا شكون كانت غادي تقابل. وهنا بدا كيحاول يكون عاقل وما يخليش الغضب يحكم عليه، حيت ممكن الشك يخلي الإنسان يشوف الأمور بطريقة مختلفة، وممكن حتى يكون عنده الحق في شكوكه، ولكن الحقيقة مازال معرفهاش. وكان عنده غير اختيار واحد، أنه يهدر ويسمع منها قبل ما ياخد أي قرار. لهذا قبل ما ترجع من الخدمة قرر أنه ما غاديش يواجهها بالصراخ، وما غاديش يسبها، وما غاديش يدير حتى تصرف يقدر يندم عليه. غادي يسولها فقط فين كنتي غادية، وعلاش حيدتي الحجاب منين خرجتي من الإقامة، وعلاش بدلتي اللباس ديالك، والأهم علاش خبيتي عليا هاد الشي. وكان كيتمنى من قلبه أنها تعطيه جواب يخليه يرتاح وما يكونش داك الشي اللي بدا كيتخيلو في دماغه. ولكن في نفس الوقت كان خايف من الجواب، حيت مرات الإنسان ما كيكونش خايف من الحقيقة نفسها، كيكون خايف اللي ممكن يترتب عليها. وهذا الزوج دابا واقف بين جوج طرق، طريق الشك والغضب وطريق العقل والصبر، وما عارفش شنو هو القرار الصحيح اللي خاصو ياخد. لهذا قال أنا ما بغيت لا نظلم مراتي ولا نخسر حياتي بسبب الشك، وفي نفس الوقت ما بغيتش نتجاهل حاجة شفتها بعيني، ولكن أهم حاجة عندي دابا هي ما ندير حتى تصرف وأنا غاضب، حيت الإنسان ملي كيتعصب يقدر يدير شي حاجة في ثواني ويقضي بسببها حياته كاملة في الندم. ودابا جا الوقت باش يسول الناس إلا كنتو في بلاصتو شنو غديروا، واش تواجهوه بهدوء، واش توريها الصورة وتسولها مباشرة، واش تدخلوا العائلة، ولا تعطيوها فرصة تشرح كل شي قبل ما تحكموا عليها. واش اللي دارت عنده تفسير عادي، ولا فعلا هاد التصرف كيدعو للشك. الحكاية ماشي غير على الحجاب ولا اللباس، الحكاية على الثقة بين الزوجين، وعلى واحد الإنسان اللي لقى راسو في موقف ما عارفش واش يصدق عينيه ولا يثيق في مراته. وفي الأخير يمكن الحقيقة تكون أبسط مما يتخيل، ويمكن تكون أصعب مما تتوقع، ولكن الحاجة الوحيدة اللي خاصو يعرفها هي أن القرار اللي غادي ياخده هو غاضب ممكن يبدل حياته كاملة. ودابا الدور عليكم، إلا كنتو في بلاصتو شنو غديروا؟ بغينا نسمعوا آراءكم في التعليقات، ولكن بلا سب ولا تجريح، وبالعقل والاحترام، حيث في الأخير راه كاينين جوج ديال الناس وحياة زوجية كاملة، وممكن قرار واحد يبدل كل شيء. وشكرا.